بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل بقى صينية كوسة مع بعض، ومعانا هنا فراخ ورز بشعرية ولسان عصفور بسلطة. يلا بينا بقى نشوف بقى عملنا صينية الكوسة بالفراخ ازاي مع بعض. قبل ما نروح على الوصفة متنسونيش في كومنت حلو، لايك وشير للقناة. بحبكم في الله، احلى متابعين. يلا بينا بقى على الوصفة مع بعض. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بقى يا حبايب قلبي الفطار بتاعنا عبارة عن كوسة وفراخ. تمام يا حبايبي. أنا هنا جايبة الكوسة، قشرتها وقطعتها حلقات بالشكل دوت كده. يعني لما تيجي تجيبي الخضار لازم تجيبي خضار صابح لونه كده حلو، اللون الخضار بتاعه جميل. ما تجيبيش خضارة صفراء او كده، ما بيبقاش فيها نسبة الغذاء بتاعتها بتقل. تمام يا حبايبي. انا هنا بقى نبدأ كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا هنا بصلاية هقطعها طرنشات. انا هعملها بطريقة ما انا بعمل البطاطس بالظبط. الطريقة دي حلوة ومتبقاش حامية وبتبقى حلوة قوي في الاكل. ولازم يعني نعمل مع الاكل، يعني مش يعني لازم ننوع كده، لازم نعمل خضار عشان الاطفال وكده. ننزل بقى بشوية ملح وشوية فلفل اسمر بالشكل ده كده يا حبايبي. ابدا بقى ادعكهم بقى بالبصلايه بتاعتي. انا هنا دعكتهم بالبصلايه. ابدا انزل بالكوسه. خضر حاجه سهله وحاجه بتعمل يعني. هنا بقى يا بنات انا دعكت مع الخضار اللي هي الكوسه مع البصل مع الفلفل، كله يشرب من بعضه بالشكل ده كده. معايا انا بقى الفرخه برضو شعرة ملح بسيطه عليها، وحبه فلفل. يعني يعني لما تتبلوهم بالشكل ده بقى بيدوا للفراخ طعم حلو قوي. تتبلي الفرخه بتاعتك حلوه قوي كده من جوه ومن بره بالشكل ده. تمام يا بنات. ابدا بقى احطها كده على الصينيه بالشكل ده. سهله متاخدش منك اي وقت، وحاجه كده قيمه غذائيه للولاد. عملت لهم خضار مع حبه رز. هنا بقى انزل بقى بالطماطم كده، عصرة طماطم انا عصرها في الخلاط بالشكل ده يا بنات. بسم الله ما شاء الله عليها زي الفل معايا. انزل عليها بمكعب مرقة بالشكل ده كده، يديلها طعم حلو قوي. ولا اسهل من كده وصفة. معايا هنا مكعب زبدة نزلت بيه. ابدا بقى يا بنات الف بقى الصينيه بتاعتي دي بالشكل ده كده، وعلى الفرن ادخلها. ولا اسهل من كده فطار، ولا اسهل من كده عمايل فطار. تمام يا بنات. وعملنا الاكل بتاعنا خضار والفراخ. وهتعملي بقى اي رز جنبه طبعا ده له قيمه غذائيه. ويعني للاطفال وكده لازم ياكلوا خضار على الفطار. وبكده بقى يا بنات بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صينيه الكوسه بتاعتنا طلعت اهيت من الفرن ما شاء الله عليها. نغرف بقى بقيه الاكل بتاعنا. هنا بقى نبدا نغرف الاكل بتاعنا ونصب العصير. هنا العصير اهوت عصير برتقال. بسم الله ما شاء الله كده بقى يا بنات. وهنا بقى عملنا شويه لسان عصفور. تمام يعني. الرز بتاعنا هنا بقى الرز بتاعنا اهوت يا بنات. نبدأ بقى نغرف كده بقى من الخضار. نغرف من الخضار بتاعنا بالشكل ده. هنا الفراخ بتاعتنا اهي. هنا بقى بنات غرفنا الطبق بتاعنا اهو خضار. معانا هنا الفراخ، وهنا صينية الكوسة، وهنا عصير البرتقال وشوية سلطة طبعا جنبهم. النهاردة فطارنا كان كده يا بنات بسم الله ما شاء الله. وجبة غذائية يعني بالخضار ومعاها اللحمة ومعاها شوية رز بشعرية وعصير برتقال. رب يكون الفيديو عجبكم. رب نور اعجابكم. تنسونيش بقى في كومنت حلو ولايك وشير للقناة. بحبكم في